عارفة إن ناس كتير لمّا بتلاقي حد الحاجة اللي إحنا عايزين نوصل لها ديًّا نجحت معاه من أول مرّة، أو الحظ ضرب معاه من أول مرّة، إحنا بنبقى مستنيين إن إحنا لو قلدناه ممكن الحظ يضرب معانا من أول مرّة. بس دي مش الطريقة اللي الحياة بتمشي بيها. أنت لو إحنا قُلنا إن الحظ هنا، هو محاولاته كانت هنا، فلمّا الحظ ضرب معاه، ضرب عليه، يعني من فوق لتحت، من أول مرّة. فإحنا لو قُلنا إن أنت بدأت هنا والحظ فوقيك أهو، ماشي، بس ما ضربش عليك، فأنت هتستمر، هتفضل تعيد الحاجة ديًّا كل مرّة، كل يوم، تقعد مدة معيّنة تكرّر فيها الحاجة اللي أنت هتعملها لحد ما توصل هنا، تبقى على نفس الخط معاه، فيضرب فيك. ولو أنت ما كمّلتش لمّا ما لقيت الحظ ما ضربش معاك من أول مرّة زي الشخص دوًّا، فصدّقني أنت مش عايز الحاجة ديًّا زي ما هو كان عايزها. هو لمّا بدأ ما كانش عارف إن الحظ هيضرب معاه من أول مرّة، هو لمّا بدأ الحاجة دي عشان هو نِفْسه يوصل، هو كان عامل على فكرة خطة إن هو يوصل بعد كده، ما كانش عامل إن هي تضرب معاه من أول مرّة، لكن هو عشان هو ما فكّرش، عشان هو ما خطّطش، ما حسبش إن هي تضرب معاه من أول مرّة، يمكن عشان كده هي ضربت معاه من أول مرّة، يمكن ربنا شاف إن هو متفائل جدًا، فربنا حابب يفرّحه أكتر. لكن إن أنت تبني أمنياتك على نجاحات حد تاني ديًّا حاجة ممكن تبقى عدوة ليك بعدين، ديًّا حاجة مش هتجيب لك حاجة في حياتك غير الstress، القلق والتوتر والتفكير وعدم الرضا. فأنت بجد لو عايز توصل لحاجة، أنت عمرك ما هتفكر إن أنت تبقى زي الشخص اللي نجح فيها من أول مرة، أنت هتبقى عايز تنجح فيها زي ما هو نجح فيها بس أكتر، عشان أنت بتحب الحاجة دي، مش من أول مرة، أنت بتبقى نفسك تنجح كل مرة. بس مش ما ينفعش تحط دَوًّا في حساباتك، يعني ما ينفعش تبقى بتبدأ ومستني ده يحصل، لأ، أنت لو عايز الحاجة دي فعلًا هتبقى متقبّل أي حاجة هتحصل لك في الفترة اللي أنت هتوصل فيها، وصدّقني الرحلة هتبقى أحلى بكتير لمّا تبقى متقبّل، لمّا تبقى مستني التحديات اللي هتيجي لك، ولمّا تبقى فجأة تلاقي مليون followers جُه لك مرّة واحدة، سبحان الله! يعني يعني الموضوع لمّا أنت ما تبقاش حاسب له وما تبقاش حاطط حسابات وفجأة تلاقي كرم ربنا هَل عليك، الموضوع بيبقى أحسن بكتير، اللي هو صدمة مُريحة للعقل، يعني أنا مش فاهمة اللي باقوله ده، بس هي بتبقى فعلًا صدمة مُريحة لكل التوقعات، وبتبقى فعلًا عايزاك تكمّل، بتعمل أكتر، هتخلّيك تعمل أكتر. أنت لمّا ييجي لك حظ مرّة واحدة والدنيا تلعب معاك مرّة واحدة، حاول على قد ما تقدر ما تحطّش توقعات إن ده هيحصل كل مرّة. حاول إن أنت تبقى فرحان إن هي حصلت معاك مرّة وتتمنى إن هي تحصل تاني، بس لمّا تيجي تحاول تعملها تاني، ما تحاولش بمجهود إن هي تحصل، تقول يا رب تحصل، بس أنت بتعمل الحاجة دي عشان تكون كمّلت ال1% اللي أنت بتعمله كل يوم عشان توصل لحلمك، وممكن ال1% ده يتحط جنبه 100 صفر في يوم، وممكن تاني يوم يتحط قدّامه 100 صفر. ف ما تحسبش، ما تحطش حسابات، حساباتك ديًّا ولا حاجة بالنسبة لحسابات ربنا. بس الفكرة إن أنت تستمر، الفكرة إن أنت يبقى عندك إيمان في إن أنت ممكن توصل، في إن أنت هتعدّي الشخص اللي أنت غيران منه دَوًّا، أو اللي أنت نِفْسك تبقى زيه وأنت واخده role model ليك. وبطّل تفكّر، بطّل تخطّط، يعني الشخص اللي بينجح في حاجة معيّنة مش بيخطّط لها، الشخص دَوًّا الحاجة دي بالنسبة له حياته، الحاجة ديًّا بالنسبة له مناة، حرفيًا هيموت ويوصل لها، فهو بيعمل كل اللي يقدر عليه لمّا الفكرة بتيجي في دماغه، مش بيقعد يخطط، مش بيقعد يرسم خطط. أنت لو فضلت ترسم خطط وفضلت تخطط من هنا لبكرة، من هنا للسنة الجاية، أنت مش هتبدأ السنة الجاية، مش هتبدأ السنة اللي بعدها لو كل اللي في دماغك إنك تبدأ خطة معينة. ابدأ دلوقتي، ابدأ باللبس اللي أنت مش حابب تبدأ بيه، ابدأ بالمنظر اللي أنت مش واثق من نفسك فيه، ابدأ وأنت تخين وأنت بتقول أنا لازم أخس عشان أظهر مثلًا في الفيديو ده، ابدأ وأنت زعلان، ابدأ كل يوم وأنت تعبان، ابدأ وأنت لسه صاحي من النوم. ولو هو وصل عشان مثلًا عمل الحاجة دي مرة في اليوم، أنت اعملها 3 مرات كل يوم. ابدأ بأكتر، ابدأ بجشع، أنت لو فعلًا الحاجة دي فارقة معاك، هتعمل كل حاجة عشان توصل لها. عمر المرة ما هتوصّلك، لكن يمكن ال3 مرات واحدة فيهم توصّلك. هو عشان مثلًا بدأ من أول مرة وصلت معاه، مش معنى كده إن أنت لو قلدته هتعرف توصل للي هو وصله، مستحيل. وحتى لو أنت قلدته أنت مش هتحس إن أنت satisfied إن أنت قلدت حد عشان توصل لحاجة. أنت لمّا الحاجة تطلع منك أنت بطريقتك أنت، تبدأ في الحاجة بطريقتك، هتعرف تبدع فيها بطريقتك. أنت مستحيل تجيب حد بدأ بطريقته وتبدع في طريقته. طب ليه تبدع في طريقة حد؟
وتبدع في طريقتك. انت زي ما تكون بتدي بونص لحد منافس ليك، ما تدي البونص ده لنفسك. عشان تبدع في حاجة، الحاجة دي لازم تكون فكرتك، حتى لو كان فيها تقليد لازم 70% أو 50% على الأقل من بطريقتك، من أفكارك، من إبداعك. يعني مثلا لو احنا قلنا ان انت بدأت 50% تقليد و50% إبداع منك، 50% طريقتك. تقليد 50% تقليد و50% طريقتك. لو انت ركزت ان انت تبدع في طريقتك، نسبة التقليد هتقل لحد ما تبقى صفر، لحد ما توصل وتبقى صفر، وتبقى الحاجة دي انت، تبقى الحاجة دي هويتك. وساعتها مش هتحس ان انت قلدت حد عشان توصل، هتحس ان انت اللي بدأت بطريقتك ووصلت بطريقتك. حتى لو بدأت ب50% تقليد، انت وصلت في الآخر ل100% authenticity. وهي دي البوينت، ان انت عمرك ما تنجح على مسار حد تاني. انت لو عايز تنجح لازم انت تكريت مسارك. وصدقني ده احسن بكتير، احسن واحساسه احلى، وهينجحك اكتر، وهتوصل اسرع. وبس كده. انا صحيت من النوم عشان اقولك النصيحة دي، ان انت عمرك ما هتنجح على مسار حد تاني، عمرك ما هتنجح على احلام او على ظل حد تاني. حكايتك مع الحاجة اللي انت عايز تنجح فيها دي هتبدأ ازاي، عشان طول الطريق تبقى الحكاية دي بتاعتك. حتى لو الموضوع ده خد منك سنة وخد منه شهر، فالسنة متعة و creativity و being you أحسن من شهر being someone else. فبس كده. أتمنى ما تجيف أبش على حلمك، مهما كان هياخد وقت منك قد ايه، وتظهر له كل يوم على قد ما تقدر. ال6 دقايق دول ما خدوش مني وقت، او ال5 دقايق دول على حسب المونتاج. ما خدوش مني وقت، بس ما خدوش مني وقت بس الرقم دون اتضرب في 10 لحلمي. لو انت كلفت دقيقة كل يوم لحلمك، الدقيقة مجهود زي ما تكون 10 لبعدين. ان انت ظهرت اصلا النهاردة لحلمك، انت بتزود الداتا اللي عندك لحلمك دي لعقلك. يعني انت ممكن في دماغك انت شاطر قوي في الحاجة دي، بس على الحقيقة مش عارف تتكلم قوي، او على الحقيقة مش عارف تعمل نفس اللي في دماغك. فانت لما تعمل على الحقيقة، لما تجرب على الحقيقة ان شاء الله دقيقة كل يوم، انت بتدي عقلك داتا ازاي يخلي الموضوع اللي في دماغه ده على الارض حقيقة. ان انت توصل في 100 يوم احسن ما توصل في 100 سنة. كفاية تسويف، وكفاية بكرة، وحاول تسعى ان انت تعمل 1% كل يوم. عشان صدقني اللي في دماغك ده انت فعلا شاطر فيه، انت فعلا شاطر فيه قوي. فحاول تشوفه في الحقيقة عامل ازاي، حتى لو ما ظبطتش اول مرة، هي مستحيل تظبط اول مرة. فلازم تستمر، وبس كده.